ازيكم؟ انا دكتورة وعندي 32 سنة. والدي متوفي ربنا يرحمه، وعندي امي ربنا يحفظها. زي اي ام محتاجة او حابة ان هي تجوز بنتها. دلوقتي في عريسين متقدمين. الاولاني مهندس وده عنده بيت عيلة، وانا رافضة الفكرة دي تماما، وفي نفس الوقت انا مش عايزاه عشان هو اقل مني كمستوى تعليم. والتاني دكتور وقريب ماما، هو عنده 36 سنة، عنده بيته مستقل وأخلاقه ومحترم جدا، ولكن للأسف هو مش وسيم. وفي نفس الوقت يعني سوري، هو أقرع، وهم بيقول عليا إن أنا حلوة. فطبعا ممكن تفتكروا إن الموضوع ده تافه، بس دي حياة وعمر. وأكيد أنا مؤمنة جدا بفكرة التكافؤ في الحياة، بيخلي الحياة مستقيمة. فكنت محتاجة أعرف رأي حضراتكم إيه في موضوع مشكلتي. خليني بس في البداية أفكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تقول رأيك وتشير الفيديو. أما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. هي رسالة غريبة يعني. أنا شايف إن أنا معاك إن موضوع التكافؤ دي حاجة كويسة. بس يعني إيه مهندس أقل منك؟ طب ماشي بيت العيلة وعارفين إن ده بيبقى فيه مشاكل. طيب مهندس وأقل منك ليه يعني؟ طب انت دلوقتي جالك دكتور وزي ما بتقولي اقرع، يعني ما انا اقرع برضه عادي يعني وعايش، مش شرط ان لازم اكون حلو يعني. وبعدين انت بتقولي ان انت جميلة، وفي نفس الوقت عمر الجمال ما كان بالشكل. يعني انا مش فاهم انت دكتورة ولا يعني عشان ما اقولش كلام يضايق مني حد، ولكن عمر الجمال ما كان بالشكل. انت لما تختاري فعلا حد يكون في تكافؤ بينه وما بينك، لازم تختاري حاجات على اساسها. الواحد عشان يبني بيت لازم يكون في اساس كويس، فانت بتختاري الاساسيات دي في الشخص، وبناء عنها تقدري تقولي ان ده التكافؤ. التكافؤ عمره ما كان تعليم بس، التكافؤ في حاجات كتير جدا، ولكن ما بتتبنيش على الشكل. طبعا انا كنت عايز اقول لك كلام اكتر من كده، ولكن عشان ما بقاش ان انا بزايد في اللي انا بقوله، واكيد الناس هتقول رأيها في الكومنتات، ويا رب تعجبك.